السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة من سبورتس بيزنس. أنا معاكم عبد الرحمن الشويخ. النهاردة هنتكلم عن فريق ميلودي سان داونز بعد المستوى اللي اتفرجنا عليه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء المباراتين بتوع النادي الأهلي أو المباريات الأخرى، والكرة الجميلة اللي بيلعبها واللي لفتت الأنظار بشدة. كان التساؤل الفريق ده ظروفه المالية ايه؟ ده اللي هنتكلم عنه، وهنحاول نشرح لكم الوضع المالي لفريق ميلودي سان داونز اللي هو اكبر اندية جنوب افريقيا، وكان دايما مرتبط باسم عائلة موتسيبي. وكان رئيسه السابق باتريس موتسيبي هو الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، احد مليارديرات القارة السمراء، والراجل اللي مرتبط دايما بالاعمال المرتبطة بصناعة الذهب. نادي ميلودي سان داونز علشان نبقى عارفين مش النادي الافريقي التقليدي اللي هو بيستثمر في لعيبه او يجيب لعيبه قيمتها الماليه قليله وبعدين يبيعها. مش هو ده النادي اللي ممكن تحطه في مخيلتك. ميلودي سان داونز اكثر انديه افريقيا انفاقا على الصفقات في 2022. جنوب افريقيا انفقت حوالي 5 مليون دولار على الصفقات الخارجية، ربما معظمها كان من نصيب ميلودي سان داونز، اللي آه، من ضمن صفقاته كان مارسيلو أليندي، اللاعب اللي سجل الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي، اللاعب تشيلي ده. ميلودي سان داونز اشتراه بحوالي 3 ملايين دولار، 3 مليون دولار قيمة عقد شراء عقد اللاعب، اللي قيمته السوقية 1.3 من عشرة في تقييمه في ترانسفير ماركت، 1.3 من عشرة مليون يورو. ولكن النادي شايف انه لعيب عنده 23 سنة، وكان ليهم وجهة نظر في انه ممكن يبقى استثمار طويل الاجل، من حيث انه هو لعيب صغير فممكن يستفيدوا بسنوات طويلة في عطائه للنادي، او لو جالهم عرض لا يرفض ممكن يبيعوه. ميلودي سان داونز في انتقالات يناير 2022 عقد عدة صفقات وصلت لحوالي 40 مليون رند جنوب أفريقي. الرند الجنوب الأفريقي 18 رند تساوي مليون، تساوي دولار، يعني حوالي صرفوا حوالي أكتر شوية من 2 مليون دولار في يناير 22. وفي انتقالات الصيف الماضي عقدوا عدة صفقات قوية، من ضمنها ويليامز حارس المرمى اللي اتدفع فيه حوالي 14 مليون رند، ويعني أقل شوية من المليون دولار. وكان في الانتقالات اللي قبلها في كان مكوينة، ده من ضمن اللعيبة اللي اللاعب اللي سجل الهدف الثالث، ده من ضمن اللعيبة اللي النادي برضو اشتراها في يناير 2022، كان بقيمة حوالي 16 مليون رند، أقل طبعا من مليون دولار. والنادي قيمته السوقية للعيبة، إجمالي قيمة السوقية للاعبين حوالي 27.3 من عشرة مليون يورو. طبعا بيتر شيرويلي هو أعلى اللاعبين قيمة سوقية في الفريق، حوالي 2.3 من عشرة مليون يورو. للأمانة هو يسوى أكتر من كده بكتير، اللاعب اللي سجل الهدفين الرابع والخامس في مباراة الأهلي. الكرة في جنوب أفريقيا طبعا قوة صن داونز المالية خلت الأندية الأخرى زي كايزر تشيفز أو سوبر سبورت يونايتد أو كيب تاون سيتي، المسؤولين هناك متضايقين جدا من نادي سان داونز، وبيطالبوا بتطبيق قواعد اللعب المالي النظيف علشان يقدروا ينافسوا سان داونز بقوته المالية الكبيرة. هناك مساعد انه الدوري في جنوب افريقيا قيمته كبيرة جدا، من حيث العوائد بتاعة البث والعوائد الإعلانية اللي بتتجاوز المليار راند، وتوصل ل1.3 من عشرة مليار راند بالنسبة للحقوق البث التلفزيوني الخاصة بالدوري هناك.
وكمان انه في نهاية السيزون بيبقى في جوائز مالية للأبطال. يعني ممكن النادي اللي بياخد الدوري والكاس بيبقى ليه بعض العوائد المالية اللي توصل تتجاوز ل 2 مليون دولار مثلا، وبخلاف الحقوق التجارية اللي النادي بيبيعها. فبالتالي هو نادي غني جدا ونادي عنده قوة مالية كبيرة، إضافة إلى التخطيط الجيد. بيتعاقدوا مع ناس بتعرف تصنع خطط طويلة الأجل. ويعني مش النادي اللي ماشي عشوائي، أو يعني يكفي إنه محافظ على الشكل وهيئة الفريق. طريقة اللعب واحدة، الشكل الجمالي واحد. تتغير المدربين، يمشي مدرب يجي مدرب، ولكن المنظومة ما بتتغيرش في نادي ميلودي سان داونز. انتهت حلقتنا النهاردة من سبورتس بيزنس، نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله.